السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط وحيوية. تابعيني لآخر الفيديو ان شاء الله تستفادي منه. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا ابتديت يومي. انا كنت نزلت الصبح عشان اشتري فراخ وكده. النهارده الاربع، النهارده يوم السوق. طبعا انتوا متعودين مني ان انا بروح السوق وبجيب طلباتي، وبنعمل فيديو على المشتريات اللي احنا اشتريناها. بس في الحقيقة انا منزلتش السوق النهارده لان لينا بنتي كانت تعبانة. يعني كانت سخنة طول الليل امبارح وكنت سهرانة بيها يعتبر للصبح. والله العظيم انا مطبقة يومين ورا بعض يا بنات. يعني انا بكلمكم لحد دلوقتي وانا بسجل الفيديو وانا لسه ما نمتش. بنتي كانت سخنة جدا وانا كنت خايفة طبعا ان انا انام. وطبعا جوزي مش موجود وكنت خايفة لدرجة الحرارة بتاعتها تزيد اكتر من كده. فانا بقى كنت طول الليل عمالة بقى اديها مخفضات للحرارة واعمل لها كمادات. وزي ما انتوا عارفين طبعا الجو برد ولما بيكون جسم البني ادم سخن فببقى بردان جدا. البنت كانت بترتعش مني، فطبعا ما قدرتش ان انا انام واسيبها. كنت سهرانه بيها طول الليل فما صدقت بقى ان النهار طلع وكده. وبدات ان هي تنام والحمد لله الحراره خفت شويه. فانا بقى قلت اسيبها نايمه كده وانزل بقى اشتري اي حاجه عشان اعملها لها وكده. فطبعا انتوا عارفين ان انا كنت متعوده يوم السوق بجيب سمك وبعمل سمك، حتى لو ما روحتش السوق بيبقى عندي سمك في التلاجة وبطلعه اعمل. انا بقى روحت اشتري فراخ كده، ما لقيتش بصراحه فراخ طازه، فانا جبت فراخ اللي هي مجمده. هي مش مجمده يعني بقى لها فتره، لا هو المحل ما بيكون عنده كميه من الفراخ وكده فبتباعها وبيحطها في الفريزر، يعني ما بتستغرقش اسبوع بالكتير وبتكون يعني مش متلجه بقى لها فتره او كده. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا كنت نقعتها اول ما جبت الفراخ نقعتها. ومسكت بقى غسلتها كويس، كنت نقعها بليمون وبدقيق اللهم صل على النبي وبالخل و... ورحت غسلتها كويس وبرضه نقعتها في ميه وليمون نضيفه. وجبت بقى قلت ايه اجهز بقى ايه الطلبات اللي انا هطبخ بيها. جبت بقى معايا البصل اهوت، قلت اقشره زي ما احنا متعودين. انا بحب دايما اجهز كل طلباتي قبل ما اتنقل على البوتاجاز، يعني بجهز كل حاجه جنب مني قبل ما اتنقل على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين اهو، حتى انتوا سامعين صوت بنتي وصوت الكحه. يا رب ربنا يشفيها يا رب. اطلب من اي حد يشوف الفيديو يدعي لها ربنا يشفيها ويحوش عنها يا رب، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا طبعا قشرت البصل بتاعي، قلت بقى اغسل الرز وانقعه كده عشان طبعا انتوا عارفين ان انا بسيب الرز يتنقع شويه. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، صلوا بينا على النبي يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا جبت الطماطم بتاعتي، قلت اضرب الطماطم بتاعتي كلها مرة واحدة، يعني الطماطم اللي هعمل بقى الخضار بتاعي والطماطم اللي هعمل بقى اللي هتبل بقى الفراخ بتاعتي. انا مسكت بقى الطماطم اهوت، قلت اضربها في الخلاط. هبتدي بقى اتنقل على البوتاجاز. انا معايا حلة على النار يا حبايب قلبي فاضية مفيش فيها اي حاجة، وبالرغم من كده هتشوفوا كمية الدهون اللي هتنزل من الفراخ. انا جبت كده حطيت بقى الفراخ في الحله، يعني انا عملت يا بنات على قد انا وبنتي بس. يعني انا ما بعملش كميه كبيره، انا بعمل على قدي. بدات نزلت عليها بالبصلايه والطماطم المعصوره، وبدات حطيت ورق لورا وملح وماجي وفلفل اسمر وبهارات فراخ. هسيبها بقى تتبل في التتبيله بتاعتها دي، وهدي عليها النار وهسيبها بقى ايه تتبل خالص في التتبيله دي لحد ما تشرب التتبيله كلها. انا جيت بقى بالحله التانية دي. هتعملي ايه يا ام لينا؟ انا هعمل حبه بسله. بصراحه فتحت الفريزر بتاعتي كده دعبست في شمال ويمين، بصراحه لقيت حبه بسله قاعدين كده زي كده ما تكوني قاعده في البنك مستنيه ايه يندهوا عليك. فانا قلت لها لا تعالي بقى اعملك بقى لان ايه وقتك الافتراضي انتهى. فجبت بقى كده قلت اطلعها اعملها. انا كده خرطت البصله بتاعتي يا بنات في الحله اهوت ونزلت عليها بالزيت. انا يا دوبك بس انا عايزه البصله بتاعتي تدبل، مش عايزاها تحمر لان انا لسه هحط فيها البسله وهسيبها هدي على النار عليها وهسيبها تتشوح مع البسله. يعني انا مش عايزه البصله تحمر خالص، انا يا دوبك عايزاها تدبل. كده البصله بتاعتي اهي دبلت وابتديت احط البسله بتاعتي. زي ما انتم شايفين اهو هديها تقليبه
وهتبلها بقى بالبهارات بتاعتها. هحط حبة من الفلفل الاسمر، يعني حوالي نص معلقة كده، وهحط معلقة من السكر بس، يعني بهاراتها دي بس دلوقتي. هسيب بقى معلقة السكر دي مع الفلفل الاسمر مع البصل مع البسلة، وههدي عليها النار وهسيبها تتشوح خالص. انا ما حطيتش ملح ليه؟ عشان البسلة بتاعتي ما تجمدش. معلقة السكر هتدينا سوى للبسلة يا حبايب قلبي. انا كده بقى جبت حلة تانية ونزلت فيها بالزيت، حطيت حبة زيت، ونزلت طبعا انا كنت غاسلة الرز ونقعاه. قسمت الرز نصين، انا هعمل رز حباية وحباية يا حبايب قلبي. انا كده قسمت الرز نصين، هبتدي بقى احمر نصه والنص التاني هحطه ابيض زي ما هو. انا كده بقى هدي للبسلة بتاعتي تقليبة، وكمان هشوف الفراخ بتاعتي. انا دلوقتي هقرب لكم الكاميرا يا بنات تشوفوها، لان انا يعني كانت الكاميرا بعيدة. هبتدي بقى اعمل ايه، هزود الفراخ بتاعتي. بصراحة انا كنت هزودها مية سخنة بس حطيت الكتل، مش عارفة ما اشتغلش ليه. انا كده زودت الفراخ بتاعتي اهوت، وهزود كمان هشوف البسلة بتاعتي خلاص اتشوحت. هبتدي انزل عليها بالطماطم بتاعتها. زي ما انتوا كنتوا شايفين انا كنت عصرة الطماطم كلها مرة واحدة، بتاعت اللي انا هتبل فيها الفراخ واللي انا كمان هحطها للبسلة. انا كده نزلت بالطماطم بتاعتي. هحط ايه بقى تاني، هبتدي بقى احط الملح للبسلة عشان تتسبك بالملح. اغطي عليها بقى. هبتدي بقى اقلب الرز بتاعي لحد ما يحمر معايا. صلوا بالله على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ادي بقى اهوت، قربت لكم الكاميرا اهوت عشان تشوفوا. ادي الفراخ بتاعتي اهيت، وادي كمان البسله بتاعتي، وادي الرز بتاعي اهو يا حبايب قلبي خلاص كان احمر اهوت، ادانا اللون الدهبي اللي احنا عاوزينه. هبتدي انزل بقى بكميه الرز التانية اللي معايا اهي. زي ما قلنا يا حبايب قلبي احنا هنعمله حبايه وحبايه. بعد كده نزلت كميه الرز بتاعتي اهوت. هبتدي اتبله بقى بالملح كده، حطيت القعد بتاعه خلاص. زي ما قلنا يا بنات دايما نقع الرز قبل طبيخه، ما بياخدش وقت على البوتاجاز خالص. هغطي عليه بقى، وطبعا انا نقلته يتردد يعني يستوي على نار هادية على العين اللي ورا على البوتاجاز اهي. جبت معايا حلة. هتعملي ايه تاني يا ام لينا؟ هعمل حبة لسان عصفور عشان خاطر لينا، يعني قلت اعمل لها حاجة ترضى تاكلها وكده، لان لينا فظيعة في الاكل يعني بتبهدلني على ما بتاكل. انا كده حمرت لسان العصفور معايا اهوت. هبتدي انزل عليه بالمرقه. لسان العصفور معايا يا بنات انا جربته النهارده، ده كان من النوع اللي ايه، يعني بيشرب المرقه. في نوع تجيبيه ما يشربش المرقه بتاعته خالص ويبقى كويس، وفي نوع تاني بيشرب المرقه. اللي بيشرب المرقه بقى هنزوده بالمرقه بتاعته، ويا دوبك هيغلي وهطفي عليه على طول. هنقف بقى؟ لا طبعا مش هنقف، احنا عاوزين نخلص كل اللي ورانا، عشان طبعا لينا زي ما قلت لكم نايمه وهتصحى بقى هي. يعني هي في الوقت اللي انا كنت بغسل فيه المواعين دي كانت صحيت، كانت بتقولي تعالي يا ماما شغلي لي التلفزيون. زي ما انتم شايفين اهوت. هبتدي بقى اغسل الاطباق اللي على الحوض، عشان دايما يبقى المطبخ نظيف حوالينا. يعني ما نبقاش بقى هنستنى مثلا الطبيخ وبعد كده نستنى المواعين وكده، لا. زي ما انتم عارفين ان طبعا بوقت ما بتحطي الغدا بيبقى فيه مواعين تانية، فانتي دايما شطبي المطبخ جنب منك عشان يبقى دايما نظيف معاكي. واتمنى من اي حد يا حبايب قلبي يدخل على القناة بتاعتي ويشاهد الفيديوهات ما يخرجش من القناة غير ما يكون سايب الاشتراك وتعليق حلو واللايك يا حبايب قلبي. والله انا زعلانة جدا لاني مش حاسة ان في تفاعل في القناة، يعني مفيش اشتراكات، مفيش مشاهدات، مفيش لايكات. يعني انا زعلانة والله العظيم جدا، يعني اعيط والله العظيم عايزة اعيط. قولي لي بقى اعيط ولا ما اعيطش؟ يلا اللي ما اشتركش في القناة ينزل يضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل اشعار بفيديو جديد انا بنزله. ويلا حطوا لي لايك يا حبايب قلبي، يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ويديمكم اللهم امين دايما نعمة في حياتي. زي ما انتم شايفين اهوت، كانت لينا قالت لي تعالي يا ماما شغلي لي التلفزيون، فانا رحت بقى قلت اشغل لها التلفزيون كده يشغلها شوية على ما اخلص الاكل،
عشان اغديها واديلها الدواء بتاعها على طول. ربنا يخلوا بالكم يا بنات. لينا لما خدتها عشان اكشف عليها، الدكتور قال لي ان في فيروس في الجو، يعني إنه فيروس بيضر الصغير والكبير، يعني مش للاطفال بس، لا بالعكس بيضر الصغير والكبير، يعني فيروس معدي. فخلي بالكم يا حبايب قلبي من اولادكم، ربنا عافي اولادنا كلنا، اللهم امين، ويحوش عنهم الوباء والبلاء، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا قلت بقى اغسل المواعين. انا طبعا دخلت المطبخ مش هقف، ليه؟ لان عاوزه اخلص. طبعا انت عندك مثلا طفل صغير، انت عندك مثلا حد تعبان كده، لازم تخلصي اللي وراكي عشان تفوقي بقى لبنتك مثلا تعبانه، هديها علاجها، هاكلها، هعرف مواعيد العلاج بتاعتها، يعني ما نقفش بقى. زي ما انتم شايفين اهوت، انا بدأت اشطب على المطبخ خالص. انا عاوزة على ما اخلص الاكل على النار يكون كمان المطبخ معايا نظيف. انا خلصت بقى مواعيني اهوت، هبتدي اغسل الحوض بتاعي. انا دايما يا حبايب قلبي بهتم بغسيل الحوض، ليه؟ لان بعمل فيه كل حاجة، يعني بغسل فيه الخضار، بغسل فيه الفاكهة، بغسل فيه المواعين، بغسل فيه الحاجة اللي بجهزها للأكل. فدايما تلاقوه دايما ورا كل شيء هتلاقوني بغسل الحوض. يعني اول ما مسكت الفراخ وغسلتها على الحوض، اول حاجة قبل ما اقشر البصل او اعمل اي حاجة، لو لاحظتوا في الفيديو هتلاقوني غسلت الحوض الاول. انا هنا خلاص كنت اديت غلوة واحدة بس للسان العصفور اهو، وطفيت عليه على طول، هو بيكمل سوايه حبايب قلبي. ادي الرز بتاعي وادي البسلة بتاعتي خلاص كانت استوت. هبتدي بقى اطلع الفراخ بتاعتي. عايزة بقى تدهنيها بأي مادة دهنية عندك، وعايزة بقى تحمريها على البوتاجاز أو تحمريها في الفرن. أنا بفضل التحمير في الفرن، بينشف أي حاجة يا حبيب قلبي في الفرن، وبينزل كل الدهون اللي فيه. أنا بقى كده في الوقت ده دهنتها بحتة سمنة بصراحة، ورحت حطها في فرن البوتاجاز. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما روتيننا النهارده خلاص خلص. يا رب دايما اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. بحبكم في الله، ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.